لا يا حلوة، انتي هتعملي اللي هقولك عليه بالحرف الواحد، وهتنزلي تقابليني في نفس المكان، مش بمزاجك أصلا، ده غصب عنك، واللي أنا عايزه هو اللي هيحصل. ولا تحب الكل يعرف انتي بتعملي ايه من ورا أهلك وعاملالي فيها الخضرة الشريفة؟ انت أكيد مش بني آدم، انت حيوان، وحرام كمان أظلم الحيوانات وأشبههم بواحد قذر زيك. قولي زي ما تقولي، ما يهمنيش يا شمال، هما يومين وتجيلي الشقة، وإلا هخلي سيرتك على كل لسان، واللي ما يشتري يتفرج. وابقي قابليني لو حد بعدها عبرك ولا حتى بص في وشك، ده غير أهلك اللي هيدفنوكي بالحياة. سلام يا عسل، وبقيت أخري عليا. مين كان يصدق إن أماني بنت الشيخ مصطفى تتحط في الموقف اللي أنا فيه دلوقتي؟ والسبب إني صدقت وحبيت، السبب إن أمنت ووثقت فيه. من سنة نشرت على فيسبوك إني محتاجة ناس تتبرع علشان هنساعد حالة فقيرة كانت أرملة موجودة في الشارع في عز التلج ومعاها عيال لسه في اللفة وصغيرين. كتبت عنها وكنت بعمل خير، وكل اللي كان في نيتي إني ألاقي تبرعات تكفي إن الست دي تعيش عيشة محترمة. علشان كده حطيت رقم موبايلي للناس اللي حابة تتأكد من صحة كلامي ومعلوماتي، وناس كتير كلموني واتبرعوا فعلا. وساعتها كلمني واحد معرفوش وقال لي إنه مستعد يتبرع، وافقت وهو اتبرع بمبلغ مش بطال. وقتها كلمني على رسائل الفيس وبدأنا نتعرف، كنت حاساه لطيف وكلامه جذاب. بعدها ضافني في الأصدقاء عنده، وكان باين من كلامه على صفحته إنه متدين وملتزم، وكلامه معايا كان بيقول إنه بدأ يعجب بيا، خاصة إننا كل يوم بقينا بنتكلم من الصبح لحد بالليل. قربنا لبعض قوي وبقى يتضايق لو حكيت له عن حد بيتقدم لي. كان مفهمني إن ظروفه لسه ما تسمحش إنه يجي يتقدم، وفضلت مستنية إنه يفتحني في الموضوع. عدى 6 شهور ولقيته بيسألني على عنوان بيتي. قلت له ليه؟ قال لي إنه هيجي يتقدم لي. اديته العنوان وكنت طايرة من الفرحة، لكنه ما جاش ولا جاب سيرة الموضوع ده مرة تانية، واختفى فترة وأنا كنت بدور عليه ومش عارفة أوصله، لا نت ولا تليفون بيرد عليا. ولما ظهر قال لي إنه عمل حادثة وكان مجبس رجله، وحالته النفسية كانت وحشة قوي وما كانش طايق يكلم أي حد. قلت له وانت عامل ايه دلوقتي؟ بقيت كويس؟ سكت لثواني وبعدها قال لي الحمد لله على كل حال. قلت له يعني لسه عند وعدك ليا انك تيجي تتقدم لي؟ لقيته بدأ يقول لي انا برضو ما ينفعش اجي البيت من غير ما اشوفك، وكنت وقتها بحط صورتي على النت. قلت له انت شفت صور كتير ليا. قال لي الصور حاجة والحقيقة حاجة تانية، وده حقي زي ما انت كمان حقك تشوفيني، وانا شايف اننا نتقابل برا البيت ونعرف بعض اكتر، وبعدها نقرر لو كنا هنكمل سوا ونتجوز. رفضت في الأول وقلت له لا مش هقدر أقابلك لوحدي، ولو لازم يبقى حد من أهلي يجي معايا. رفض وقال لي أنا عايز أعرفك انتي وأشوفك انتي، وبعدها أتعرف على أهلك. بصراحة هحس إني متكتف ومحرج من وجود أي حد معاكي. قلت له بس أنا عمري ما خرجت مع واحد قبل كده. قال لي باستغراب أمال اللي كانوا بيتقدموا لك زي ما انتي حكيتيلي كنتي بتقابليهم إزاي؟ قلت له كانوا بيجوا البيت يا حسام، وبيقعدوا مع بابا قبلها وبعدين بنتقابل، ويا يحصل نصيب يا لأ. قال لي بصي يا أماني أنا بحبك ومستعد أعمل أي حاجة علشان خاطرك، لكن أنا كمان معذور، وانتي عارفة دلوقتي إن الواحدة من دول بتبقى بدر منور في الصور، ولما بنشوفها على الحقيقة بتبقى شبه واحد صاحبي لا مؤاخذة، وده حصل معايا قبل كده ومش عايز الموضوع يتكرر معايا تاني. رديت قلت له هفكر يا حسام. قال لي براحتك، وانا قلت اللي عندي، ولو عايزانا نكمل هتسمعي كلامي. فضلت 4 شهور بتحجج وبحاول اني ما قبلوش، وكان كل شوية يهددني بانه هيسيبني لاني بضيع وقته ومش راضي اقابله، وواخده الموضوع هزار. كان مخليني فاقدة الثقة في نفسي، ودايما يقولي انه بيحبني لكن الشكل عنده مهم وضروري. انا كنت جميلة وبشهادة ناس كتير حواليا، وعلشان كده في يوم جات لي فكرة وقررت اعملها علشان اطمنه وعرفه قد ايه انا حلوة. فبعت له صورتي بشعري وبهدوم البيت على الواتس. فضل يتغزل فيا ويقول لي معقولة القمر ده هيبقى بتاعي؟ قلت له وانا بضحك يا سيدي شفت واتأكدت، وشوف انت مغلبني ازاي بقى علشان تتقدم. رد برد غريب قوي وقال لي لا انا فعلا هتقدم وحالا، واحنا لازم نتقابل في اسرع وقت. رديت عليه بعصبية وقلت له حسام بقول لك ايه، الحل الوحيد دلوقتي هو انك تيجي البيت، وانت قعدت تقول لي الشكل ومش الشكل وانك خايف معجبكش، واديني وريتك كل حاجة على الطبيعة علشان اطمنك،
وكمان أنا خايفة نتقابل بره لأني ما عملتهاش قبل كده. رد عليا بصوت حزين وقال لي خلاص طيب، وقفل معايا بحجة إنه مصدع وعايز ينام. كل ما كنت بفتح معاه الموضوع كان بيتقمص ويسيبني، وما كانش بيتصالح غير لما بعتله صورة ليا، واتطور الموضوع وبقيت أكلمه فيديو. حسام كان وسيم وكان بيعرف إزاي يقول الكلام اللي يخليني ضعيفة قصاده. وفي مرة وإحنا بنتكلم بدأ يقولي إنه عايزني أفك وأنا بتكلم معاه. قلت له يعني إيه؟ قال لي إنه نفسه يبقى معايا وفضل يجرجرني في الكلام، وقال لي بصراحة كده أنا عايز أعرف بس أنت ليكي في الجواز ولا من نوع البنات اللي بتتكسف؟ وبعد محاولات وكلام كتير من ده للأسف طوعته، وده برضو علشان أثبت له إني مش معيوبة أو في حاجة وحشة. ساعتها حسيت إني هموت من كتر إحساسي بالذنب. بعد ما قفلت معاه بقيت أعيط جامد وأضرب على وشي وأقول لنفسي أنا أماني المحترمة اللي طول عمرها الناس بتحلف بأخلاقها، أنا اللي لما كنت بشوف منظر مخل بالأداب أستغفر ربنا وأدور وشي. معقولة أعمل كده وأغلط وأعمل الحرام بسهولة كده وأرجع تاني وأقول لنفسي اصبري يا بت، ده وعدك وخلاص هتبقي مراته، يمكن فعلا مشتاقلك. كأني كنت مسحورة بكلامه المعسول اللي خلاني مش حاسة بالغلط اللي بعمله علشان أرضيه. حسام عرف يوقعني في حبه. فقت لنفسي واتصلت بحسام وقلت له إني مش هكلمه مرة تانية، وإن اللي حصل معاه امبارح لا يمكن يتكرر، وقفلت الفيسبوك نهائيا. لكن حسام ما سابنيش في حالي، لقيته بعتلي على رقم الواتس جزء من مكالمتنا الفيديو سوا، ده غير صوري اللي كنت ببعتها له، وكان بيحلف إنه بيمسحها بعد ما بيشوفها على طول. وبعدها كتب إني لازم أقابله ضروري، وما قالش حاجة غير كده. ساعتها بس فهمت إنه بيبتزني، وبصراحة خفت ونزلت قابلته، وكان لطيف قوي معايا. قال لي أرجوكي ما تبعديش عني، أنا ما كنتش متصور إنك بالجمال ده كله، أنا آسف إني خليتك تعملي حاجة أنت مش حباها، بس أنا بحبك ولازم تعرفي إن هو ده السبب اللي خلاني أعبرلك عن مشاعري، وبعتلك الصور دي علشان أضغط عليكي وأخليكي توافقي، لكن أنا مسحتهم كلهم خلاص. قلت له أديني قابلتك يا حسام، وبيتنا مفتوح لو عايز تتقدم لي وأكون مراتك زي ما أنت بتقول، لكن أنا مش هكرر غلطتي تاني، ولا هفضل معاك لو أنت غرضك إنك تتسلى بيا. ضحك وقال لي أنت عبيطة، أنا لا يمكن أفرط فيكي، وبعد ما لقيتك هعمل كل اللي أقدر عليه علشان أحافظ عليكي حتى من نفسي. كنت مبسوطة بكلامه ده قوي، وحددت معاه ميعاد علشان يجي يقابل أبويا ويتقدم لي زي ما كان بيقول، وبرضه ما جاش في اليوم اللي اتفقنا عليه، وكسفني قصاد أهلي بعد ما كلمتهم إنه جاي. وقتها دخلت على صفحته في الفيسبوك لقيته حاطط صورة سودة وأصحابه بيعزوه. اتصلت بيه وحاولت أعرف إيه اللي حصل له. قال لي بصوت حزين إن أبوه مات وإنه مش هيعرف يجي الفترة دي. فهمته وقلت له مش مهم، المهم إنك تعدي الفترة دي وتكون بخير. وعزيته في أبوه واستنيته لحد ما يبقى كويس علشان أقدر أكلمه مرة تانية في الموضوع ده. وبعد أسبوع لقيته بيكلمني وبيقولي إنه محتاجني الفترة دي جنبه، وما قدرتش أرفض ونزلت علشان أقابله. وإحنا قاعدين جاله تليفون وبعدها حالته اتغيرت وقال لي أمي تعبت في البيت وهي لوحدها، لازم أروح علشان ألحقها. زعلت وقلت له هبقى أطمن عليها. لقيته استغرب وقال لي تعالي معايا، أنا محتاجك تبقي معايا الفترة دي، تعالي نروح نشوفها سوا وبالمرة أعرفك عليها. لكن قلبي كان مقبوض ورفضت وقلت له لا خليها مرة تانية إن شاء الله، وكمان ما يصحش أروح بيتك، أنا لازم أروح علشان أبويا عايزني أكون بدري في البيت. رد عليا بغضب وهو بيلومني وقال لي انت بتتخلي عني في أصعب ظروف حياتي ومش حاسس إنك هتكوني جنبي في أي موقف يحصل لي. فضلت أعيط على حظي، وفي نفس اليوم بالليل لقيته بيتصل بيا وبيقول لي أنا صبرت عليكي كتير، وبصراحة انت أكتر واحدة تعبتيني وجريتيني وراكي. رديت عليه باستغراب وقلت له يعني إيه؟ وإيه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي يعني تقابليني بكرة في المكان اللي هقولك عليه، يا كده يا هفضحك وسط كل أهلك وصحابك وجيرانك. وأنا مشيت وراكي آخر مرة تقابلنا فيها وعرفت طريق بيتك وعنوانك معايا، وانتي عارفة إن الشيخ مصطفى أبوكي مش هيستحمل يشوف بنته وهي. قطعته وقلت له اخرس ما تكملش يا حقير، انت ازاي طلعت حيوان بالشكل ده؟ ضحك وقال لي انتي هتخبي عني انا سمعتك الزفت يا شمال؟ فكرك انه دخل عليا انك عمالة تعيشي الدور وعاملة لي فيها شريفة؟ صحيح انتي حلوة بس جيتي معايا سكة، وزي ما عملتي معايا كده يبقى عملتي كمان مع غيري. قلت له بعصبية وانا مصدومة انت اكيد مجنون،
أنا مش عايزاك تتصل بيا مرة تانية. قال لي بنبرة حادة قوي: لا يا حلوة، هتعملي اللي هقولك عليه وهتنزلي تقابليني، وغصب عنك اللي أنا عايزه هو اللي هيحصل، ولا تحب الكل يعرف انت بتعملي ايه من ورا الناس وعاملة لي فيها الخضرة الشريفة. هما يومين وتجيلي الشقة، وإلا هخلي سيرتك على كل لسان، وبيقابليني لو حد بعدها عبرك ولا حتى بص في وشك. سلام يا عسل يا مؤدبة قوي. قفل حسام في وشي وكان دمي بيغلي من الكارثة اللي أنا فيها. صحيح أنا غلطت، لكن كنت بعمل كده على أمل إننا هنتجوز وهتوب وأكون حلاله. ما كانش قدامي حل غير إني نزلت في الميعاد اللي حدده، وبصيت لعنوان الشقة اللي بعتهولي على الواتس وكان مستنيني فيها. ولما وصلت الباب شقته ولسه هخبط، لقيت نفسي بترعش جامد وانهارت من العياط فجأة وجريت. فضلت أجري كتير وأنا بقول لنفسي: لا، أنا مستحيل أعمل كده، ولو هيبقى آخر يوم في حياتي لازم ألحق نفسي. انقذني يا رب، أنا ماليش غيرك يا رب، يا رب أنت العالم إن نيتي ما كانتش وحشة وأنا تبت ورجعت ليك، يا رب ارحمني برحمتك يا رب. وفضلت أجري لحد ما وصلت عند شريط القطر، وقررت إني أخلص من حياتي كلها قبل ما أجيب العار لأهلي وأخلي أبويا الطيب يندم في يوم إنه خلف بنت زيي مستهترة ومش محافظة على نفسها وهتخلي سيرته على كل لسان. وفجأة غمضت عيني والقطر كان بيقرب مني قوي، وبعدها ما حسيتش بحاجة غير واحد بيشدني وبيشخط فيا جامد وبيقول لي: ايه يا مجنونة اللي انتي كنتي هتعمليه ده؟ قلت له وانا متضايقة: انت مين؟ وايه اللي هببته ده؟ وانقذتني ليه؟ سيبني انا عايزة اموت. ابتسم وقال لي: طب ومستعجلة على ايه؟ ما احنا كلنا هنموت بس بالدور. قلت له: انت شكلك فايق وبتهزر، مش حاسس بالكارثة اللي انا فيها. قال لي: اهدي بس وتعالي نقعد وبعدها حسسيني بكارثتك يا ستي. قلت له: لا احكي لك ولا تحكي لي، سيبني في حالي يا عم، انا كرهت الرجالة كلهم. قال لي: ياه، ويا ترى كرهتيني ازاي بقى وانت لسه ما تعرفينيش؟ قلت له: مش قلتلك انت فايق ورايق؟ ابعد عني وسيبني في حالي، انا حياتي اتدمرت والموت عليا اهون من اني افضل عايشة واعمل اللي هو عايزه. طب بصي، ايه رأيك تيجي نبدأ من البداية؟ انا اكرم، وانتي اسمك ايه؟ تاني هبتدي تاني؟ كفاية بقى. قال لي: وانتي اسمك اماني صح؟ اسم جميل. استنوني في الجزء الثاني من القصة بكرة إن شاء الله، منتظرة توقعاتكم عن اللي هيحصل، وأكتر تعليق هيتوقع الأحداث صح هنعرض اسمه في الجزء الثاني. لو كنتم مستنيين الجزء الثاني بسرعة اعملوا لايكات كتير علشان أعرف مين منتظر يعرف باقي الأحداث. مع السلامة يا أجمل متابعين، أشوفكم على خير وهتوحشوني قوي.